سيد شحاتة القائم بعمل او حل مشكلة مجمع المدارس في الصرف الصحي. احنا عاوزين نعرف سبب المشكلة الاساسي ايه؟ سبب المشكلة ان المدارس من داخل واطي، الشارع العمومي وعالي، فاي شوية مية يطفح من جوه هينزل في المدارس جوه. يعني على اساس المنسوب بتاع المدرسة واطي فالعالي. طب هم بيقولوا ان المية بتطلع من تحت الارض. لا، ما تطلعش من تحت الارض، تطلع دي من الرش حوالين الحتة الفاضية الواطي. طب الحل من وجهة نظرك؟ الحل من وجهة نظري ان احنا هنعمل الخط دوت ال10 بوصة بره، وهنعملها صرف مغطاي جوه. صرف مغطاي جوه هيصفي المية ويرميها على اوطى نقطة. مفيش بعد كده، ما بيبقاش فيها ان شاء الله حاجة خالص. مين اللي اقترح الاقتراح دوت؟ اقتراح الصرف المغطى. الصرف المغطى الاقتراح ده اقترحوه المهندسين بتوع الصرف الصحي و محمد بيه مرسي. طب بعيدا بقى عن المسؤولين، بخبرتك في مجال الصرف الصحي يا حاج سيد، وانت تعتبر من اكبر مقاولين السويس او خط القناه، انت شايف الاقتراح اللي اتعمل دوت هيبقى اقتراح عملي وهيقضي على المشكله؟ ان شاء الله هيقضي على المشكله خالص ان شاء الله. واحنا ما نمشيش من هنا غير ما يقضوا على المشكله خالص، لغايه ما نطمن ان الميه ما تجيش خالص تاني. الصرف المغطى ده هنحطه له لا مؤاخذه سن 4 او زلط فاير ماشي، وهنعملوا له بسلك حوالين الماسوره، حوالين الفتحات بتاعت الماسوره، وان شاء الله هيقضي على المشكله دي خالص. بما ان انا طماع في اسئلتي، بعيدا عن مجمع المدارس، الخط ال2000 مشكلته ايه ومش شغال ليه لغايه دلوقتي؟ مشكلته الفلوس اولا، ثانيا في عدايه سكه حديد بس. اللي وضع خطه عمل خط ال2000 هنا في السويس، اللي هو بتاع اكبر خط صرف صحي في السويس. الخط ده اصلا متزود، الخط ده متزود في الخط الجديد. لو حصلت اي مشكله في الخط الجديد، لو حصلت اي مشكله في الخط الجديد اعتبر السويس هتغرق. يعني هم الساده المسؤولين منتظرين لما الخط القديم تحصل له مشكله وتحصل كارثه بيئيه في السويس؟ ما فيش فلوس، المشكله ما فيش فلوس. امال هم اللي وضع ما فيش فلوس اصلا. القائمه دي الهيئه القوميه للمياه والشرب والصرف الصحي، مش المحافظه، لا الهيئه القوميه للمياه والشرب والصرف الصحي. شكرا. شكرا يا حاج سيد.